كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كالعاده خليو اي حاجه في يديكم وبقاو معايا حتى الاخر. مرحبا بكم في سكوب سينما. فيلم موربيوس اخراج دانيال اسبينوزا، سيناريو بروك شاربليس ومات سازما، وبطولات جاريد ليتو، مات سميث وادريا اجونا. الدكتور ميشيل موربيوس اللي لعب الدور ديالو جاريد ليتو كيعاني من مرض في الدم ديالو خطير بزاف. داكشي علاش قرر انه يدير ابحاث باش يلقى الدواء لهذا المرض. ملي نجح في هذا البلان قرر الدكتور باش يعاون كاع الناس اللي مريضين بنفس المرض، ولكن الغريب في الامر ان واحد القوى شريره بغات تمنعو من هذا الخير اللي باغي يدير، وكيدخلوا هنايا في واحد الصراع ما بين الخير والشر. فيلم كونغ فو الزهرة، سيناريو واخراج مبروك المشري، ولعبوا فيه الممثلين صابرينا الوزاني، رمزي فيديا، والممثله الفرنسيه اي هيدره. الزهرة سيدي هي واحد المراه مزوجه وعندها بنيته كتعرض للعنف من طرف راجلها، ولكن واخا هكاك ما بغاتش تطلق منه على وديت داك البنيته. هنا غادي تتعرف الزهرة على واحد الاستاذ ديال الكونغ فو باش تتعلم كيفاش تقاتل وتدافع على راسها، وغنعيشوا معها في الفيلم هاد التجربه ديالها. الفيلم الفرنسي ميغري اخراج باتريس لوكونت، سيناريو جيروم تونير وباتريس لوكونت، وبطولات كل من جيرار دوبارديو، جاد لابيست، والممثله ميلاني بيرني. ميغري هو واحد البوليسي كيحقق في الموت ديال واحد البنت اللي ما قدوش يتعرفوا على هي شكون، وحتى واحد من هذوك اللي شدوهم وحقوا معاهم ما عرفها. في وسط هذا الشيء هذا كامل كيتعرف هذا البوليسي على واحد المجرمه كتشبه بزاف من ديك البنت. هنا هاد خيتي هذه غادي تبدا تفكروا في واحد المجموعه ديال الحاجات دازو، ومن اهمهم حاله اختفاء كتعني ليه بزاف ديال الحاجات. فيلم لي سوكري دو دامبلدور اخراج دافيد ياتيس وسيناريو ستيف كلوفيس، بطولات كل من الممثلين ايدي ريدماين، مات ميكلسون، والممثل جود لاو. اسيدي البروفيسور دامبلدور اللي لعب الدور ديالو جود لاو جا واحد الخبر بان الساحل جريندلوالد باغي يسيطر على العالم ديال الصحراء. ملي ما قدرش يواجهه بوحدو غيكلف صاحبو نوبرت باش، علاش؟ باش يجمع له بزاف ديال السحاره باش يكونوا واحد المجموعه يقدروا يواجهوا بها هذا السحر الشرير. بورتري اليوم عزلنا لكم الممثل والنجم العالمي ليام نيسون. ليام نيسون واللي سميتو الحقيقيه هي ويليام جون نيسون، ممثل انجليزي وخدا الجنسيه الامريكيه ديالو عام 2009. تولد ليام نيسون في 7 يونيو 1952 في ايرلندا الشماليه، وملي كان في العمر ديالو 29 عام غيدير اول تجربه سينمائيه ديالو فيلم اكساليبور عام 1981. وفي عام 1993 خدا الممثل ليام نيسون جائزه الاوسكار كافضل ممثل على الدور ديالو فيلم لا ليست دو شيندلر للمخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ. عام 1999 غتجي الملكه اليزابيث وغتعلق ليه وسام الشرف على المجهودات والعمل الكبير ديالو في المسرح الانجليزي. مثل ليام نيسون في بزاف ديال الافلام السينمائيه، ومن بين الافلام المشهوره ديال ليام نيسون كنلقاو تيكن عام 2008، ايس رود عام 2021، وبلاك لايت عام 2022. كان ليام نيسون مجوج من الممثله ناتاشا ريتشاردسون لمده 11 عام، وفي مارس عام 2009 غادي تموت مراته ناتاشا من بعد ما طاحت وهي كتلعب السكي في جبال الكيبيك. ليام نيسون عنده جوج ديال الاولاد، ميشيل ودانيال، وكيبقى ليام نيسون من اهم الممثلين السينمائيين اللي مازالين حاضرين وبقوه في هوليوود. نتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه وضربنا طليله على السينما. ايوا هزوا راسكم مع وليداتكم ولا مع صحابكم وخرجوا تفرجوا باش تفوجوا شي شويه، حيت فرجه في الدار ماشي هي فرجه في السينما.